ازيكم؟ بما ان الجو ابتدى يحرر شويه فهنبتدي بقى في المشروبات الساقعه شويه. هنعمل مع بعض النهارده الايس تي او الشاي اللي هو بيبقى ساقع. مشروب لطيف جدا ويبرد علينا ويبقى حلو قوي ولذيذ. تعالوا نبتدي مع بعض وصفتنا. هنبتدي وصفتنا بشاي، ان كان شاي فتله او خشن او ناعم. هنستخدم الشاي اللي هو الاحمر او الاسود ايا كان بنقوله ازاي. انا هنا هستخدم شاي فتله. هنحط ميه 3/4 الكوبايه. إن كانت مية بدرجة حرارة الغرفة أو إن كانت مية سخنة. الفرق بين الاتنين إن المية اللي بدرجة حرارة الغرفة تاخد وقت أكتر على بال لما الشاي يبتدي يطلع في المية. أما المية السخنة الشاي هيبقى بأسرع هيطلع في المية. طبعا ده اختيار شخصي، براحتنا نستخدم ايه. وهنسيبها تتنقع. إن كانت المية مية بدرجة حرارة الغرفة، في المية السخنة بسرعة الشاي هيبتدي يظهر. سيبناها تقريبا 5 دقايق والشاي ابتدى يظهر. كل ما نسيبها اكتر كل ما طبعا مفعول الشاي يبقى اكتر، حسب الكثافة اللي احنا عايزينها، حسب ما احنا ايه هنسيب الشاي فيها. بعد كده هننزل بشرايح من الليمون. طبعا احنا ممكن دي اساس الوصفة، ممكن نغيرها براحتنا، مفيش اي مشكلة. بعد ما نزلنا بالشرايح بتاعة الليمون نزلنا بشوية من العسل. حابين نحلي بسكر، سكر دايت، سكر عادي، سكر بني، ده اختيار شخصي. عسل مفيش اي مشكلة. وبعد كده بعد ما نزلنا بالعسل هننزل مع بعض بمكعبات التلج. تعالوا على بال ما ننزل مكعبات التلج اتكلم معاكم شوية ان احنا ممكن نحط نعناع، ممكن نحط توت، ممكن يبقى شاي بالتوت، ممكن يبقى شاي بالكريز، ممكن يبقى شاي بأي نكهة احنا بنحبها. الموضوع اختيار شخصي. وصفة لذيذة جدا ورائعة. هنقلب المكونات ببعضها وتشربوه بألف هنا وشفا عليكم يا رب. جربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم فيها ايه، وقولوا لي الحاجات الجديدة اللي عملتوها كانت ايه.